بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. اليوم سنسلط الضوء بمشيئة الله تعالى على استفسارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إن صح التعبير استفسارات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أحكام الصيام. وبما أنه قد اقترب شهر رمضان المبارك أو حلول شهر رمضان المبارك، فإنه من المناسب جدا أن نتحدث في هذا المجال. مشاهدي الأكارم، صوم رمضان نعمة كبيرة وفرصة عظيمة، فمن شهد هذا الشهر فقد ظفر بحظ عظيم وقد حصل على خير كثير، فكان من الواجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أولا على هذه النعمة، ومن ثم أيضا أن يجتهد قصارى جهده أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأفضل طريقة وأحسن هيئة حتى يكون عمله مقبولا وحتى ينال مغفرة الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا كان من الأفضل أن نتذاكر نحن وإياكم عن أحكام الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. حكم هذا الصوم هو ركن من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وأصله فرض بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق على صحته. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق على صحته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مشاهدي الأكارم، هذه بعض الأحاديث الواردة في فضل هذا الشهر العظيم، وإلا ففضله كبير وشأنه عظيم، والنصوص التي وردت في هذا المجال كثيرة، لا يحسن بنا في هذا المقام أن نسردها جميعا، ولكن حسبنا ما سمعنا أن حصيلة من شهد هذا الشهر فلم يغفر له فهو خاسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. فلما سئل: لما قلت آمين يا رسول الله؟ قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة،
ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. في حديث طويل عن جابر عن بعض الصحابة جبريل يدعو عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن. وهذه خسارة كبرى مشاهدي الأكارم، أن يأتي رمضان والإنسان يخرج من هذا الشهر الكريم صفر اليدين، وقد استمعنا أن الله تعالى يزين جنته ويفتح أبوابها ويغلق النيران أبواب جهنم ويصفد الشياطين ويسلسلهم، كل ذلك حتى يستعين العبد بربه تبارك وتعالى ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا الشهر العظيم ينبغي علينا أن نجتهد جميعا في استغلال دقائقه بل ثوانيه ولحظاته، لا ينبغي أن يفوتنا أي لحظة منه إلا وقد استغليناها أو وقد استفدنا منها في طاعة الله تبارك وتعالى. خامسا، شروط وجوب الصيام 5: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم والإقامة، فلا يجب على المسافر، طبعا بتفاصيله. سادسا، شروط صحة الصيام: الإسلام، انقطاع دم الحيض والنفاس عن المرأة، العقل، التمييز، النية من الليل. نعم مشاهدي الأكارم، كذلك لهذا الصوم مستحبات، ومنها السحور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق على صحته. وهذا الحديث مشاهدي الأكارم كثير من الناس ربما لا يهتم بأن يتسحر قبيل الفجر. السحور هو الثلث الأخير من الليل، السحور وقت السحور هو الثلث الأخير من الليل، وفي هذا الوقت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة. وبركة هذا الوقت الله أعلم ما تكون، هل هي بركة في أن تنال دعاء الملائكة، أم هي بركة في أنك ستكون في آخر ثلث الليل فتتعرض لنفحات الله عز وجل؟ هل البركة أن الطعام الذي تأكله في هذه الفترة سيقويك طوال النهار؟ وقد جرب ذلك، فمن تسحر كما سن النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، نعم سحور المؤمن التمر، فقد يكون طوال يومه غاية في القوة وكأنما أطعمه الله وسقاه. فمشاهدي الأكارم كثير من المسلمين لا يهتم الحقيقة أن يقوم فيتسحر، إنما يكفيه أن يتسحر في 12 من الليل أو 2 في منتصف الليل، ويبقى هكذا من هذه الساعة إلى فترة الغروب صائما طيلة هذه الفترة، وهذا خلاف السنة الحقيقة. ثانيا، تأخير السحور كما قلت لكم. ثالثا، تعجيل الفطر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. سبحان الله، كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية لهذه الأمة أن تكون بخير ما فعلت هاتين الصفتين، أنها تؤخر. ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة؟ الله أعلم فيما يتعلق. بعض العلماء قالوا الحكمة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ولو كانت صغيرة في أعين الناس، فاتباعه عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة يؤدي إلى الخير بلا شك، لكن ربما تكون ثمة هناك أمور خفية أيضا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فطاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم هو غاية حقيقة النجاة وغاية الخيرية في امتثال أوامره، لأنه يأتيه العلم والوحي من الله تبارك وتعالى، والبشرية لا يأتيها شيء من عند الله عز وجل، فبالتالي وجب طاعة هذا النبي لقوله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فكامل الهداية والطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انظروا أيضا عباد الله: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. تأملوا مجرد عدم الصفوف، عدم الوقوف صفا واحدا في الصلاة بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى اختلاف القلوب، واختلاف القلوب يؤدي إلى النزاع والفرقة والشتات. أرأيتم
مجرد هذه السنة البسيطة التي ننظر أنها في أعيننا أنها بسيطة، تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. مجرد الصفوف فقط، عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. حقيقة الواحد يعني يجد نفسه في حيرة من مثل هذه الأحاديث، ولكن هذا كله يدل على التزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فهمنا ما الحكمة من ذلك أم لم نفهم، فإن طاعته واجبة عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول لنا عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وبعض الأخوات يعني تنشغل بتقريب الإفطار، وقد يكون قد أذن المؤذن وفات على الأذان يعني دقائق، من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وهي لا زالت تذهب إلى المطبخ ثم تعود ثم تذهب تعود تأطيب الأطعمة، ويعني وقد يكون فاتها وقت الأفضلية. فيعني عدم الاهتمام في الإفطار في الوقت المناسب عند الأذان عند غروب الشمس، هذا يدل حقيقة ضعف في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سنن هذا الشهر مشاهدي الأكارم، كما لا يخفى على شريف علمكم، أن يجتهد الإنسان بسائر العبادات ومختلف الطاعات، ويبذل قصارى جهده فيما كيف نعبر، فيما تحبه نفسه. بعض الناس تجد نفسه في قراءة القرآن، وبعض الناس تجد نفسه في الصدقة، وبعض الناس ترتاح نفسه إلى قيام الليل والإطالة فيه، وبعض الناس يجد نفسه في الإكثار من ذكر الله تبارك. كل هذا خير، كله خير، وكله مضاعف في شهر رمضان المبارك. نعم، وأعظم من هذا كله أن يكون صومك صافيا نقيا تحافظ عليه كما تحافظ على كنز عظيم حتى لا يفلت منك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مشاهدي الأكارم، هذا أمر عظيم، لابد أن تصوم جوارحك وتصوم أخلاقك ويصوم طبعك كما تصوم أنت عن الشراب والطعام والشهوة. كل ذلك حقيقة. ولذلك يعني الغاية من الصوم هو أن تتخلق بأخلاق المتقين، وأن تمتثل طريقهم. فإذا كانت عينك لا تصوم فتشاهد المحرمات والعياذ بالله، وسمعك لا يصوم، ولسانك لا يصوم، فما فائدة الصوم إذن؟ فإن الله تبارك وتعالى لا يريد منك الجوع والعطش، وإنما يريد منك الطاعة والاستقامة. وإن جوع البطن تساعدك على التضييق تساعدك للتضييق على الشياطين. وإن كانت الشياطين المردة قد صفدت، لكن شيطان الجسم موجود، شيطان الإنسان الذي فيه القرين موجود، فهذا يحتاج إلى أن الإنسان يضيق عليه بالصوم. فكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال العلماء: لأن الصوم يضيق مجرى الشيطان، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان يجري في جسدنا مجرى الدم، وليس هناك عنده طاقة من الطعام والشراب، فإنه يخنس ويضعف. فإذا ضعف الشيطان وخنس، قويت العزيمة الطاعة والاستقامة، وأصبح الإنسان إذن في مقام المتقين، يعني أصبح الآن قريب من المتقين وقريب من الطاعة. هذه هي حكمة الله تبارك وتعالى بكونه يقول: لعلكم تتقون. ولا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم فوائد التقوى، فإن فوائد التقوى كثيرة في الدنيا والآخرة. من اتقى الله سبحانه وتعالى مشاهدي الأكارم وقاه، ومعنى وقاه أي حفظه، ووقاه من الجحيم والهلاك في الدنيا والآخرة. فأول فائدة من فوائد التقوى أنك تنجو من عذاب الله. نعم، وأنجينا المتقين، كذلك ننجي المؤمنين. فكل من كان تقيا ورعا
من الأمم السالفة نجاهم الله عز وجل من العذاب الأليم، نجاهم الله من العذاب الأليم لأنهم اتقوه واتقوا عذابه وأطاعوه، فينجو الإنسان من عذاب الله تبارك وتعالى. وهذا معنى أن لله عز وجل في نهاية هذا الشهر عتقاء، الله يجعلنا وإياكم منهم، عتقاء من النار. فمن حافظ على هذا العمل مشاهدي الأكارم فإنه يضمن بإذن الله تبارك وتعالى النجاة من النار والعتق من النار والحصول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. من فوائد التقوى أيضا كثرة الأموال والحصول على الأرزاق والفضائل من الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك مشاهدي الأكارم تقوى الله عز وجل تكسبك ليست الأرزاق فقط، بل الفرق بين الحق والباطل. يعني الله عز وجل يلهمك الصواب ويبعد عنك الشر ويبعد عنك الأخطاء، فأنت أحوج ما تكون في اتخاذ القرارات الصارمة، وخصوصا إذا كنت قائدا وكنت أبا لأسرة وكنت حاكما وكنت مسؤولا، فإنك تحتاج من الله العون. فاتق الله، إذا اتقيت الله تجد من الله عز وجل العون والسداد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقا بين الحق والباطل، فرقا بين الحق والباطل. وأخيرا فوائد التقوى كثيرة مشاهدي الأكارم، نهايتها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لأجل أن نحصل على هذا المقام العظيم والمكانة الكبيرة فرض الله علينا صوم رمضان، فعلينا أن نجتهد في المحافظة على هذه العبادة العظيمة، وخصوصا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ولا يمكن مشاهدي الأكارم أن تجتهد في ليلة القدر إلا إذا اجتهدت كأقل تقدير في العشر الأواخر. العشر الأواخر من رمضان، سواء كان أنت شفت علامات أو لم ترى أو نزلت عليك الملائكة أو لم تنزل، أنت حينما تجتهد في العبادة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر وأنت تجتهد بالذكر والتسبيح والتهليل، فأنت إن شاء الله تكون قد وافقت ليلة القدر. وهذه الموافقة إذا وافقت ليلة القدر فعليك أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأن حصول العفو والمغفرة هو دخول الجنان والنجاة من النار، وهذا غاية ما يرجوه كل الأنبياء والصالحين والشهداء والمتقين، وكل أهل الخير يدندنون حول هذا، أن يعفو الله عز وجل عننا. ولذلك يعني الظفر هو أن تنال رحمة الله، ورحمة الله تنقلك إلى عفوه سبحانه وتعالى ومغفرته. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم أعتق رقابنا من النار. من السنن مشاهدي الأكارم الإفطار على رطب، فإن لم تجد فعلى تمر، وإن لم تجد على تحسو حسوات من ماء تشرب الماء. كذلك من السنن الدعاء عند الإفطار. مشاهدي الأكارم الدعاء عند الإفطار من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذه الساعة يقول عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء عند الإفطار لا يرد. مشاهدي الأكارم هذا بصراحة ظفر عظيم وفرصة ثمينة، أن جعل الله عز وجل لكل صائم دعوة مستجابة كل يوم. يعني عندك فرصة 30 يوما وأنت تدعو، فأين المشمرون للدعاء؟
أين المقدمون ملفاتهم إلى الله تبارك وتعالى؟ بدل أن تقدم ملفاتك للأمير الفلاني وللوزير الفلاني وللتاجر، قدم ملفاتك عند الله عز وجل الغني الحميد الذي لا يخشى شيئا سبحانه وتعالى، ولا تنقضي خزائنه ولا تنفد أبدا. فأين المشمرون بالدعاء مشاهدي الأكارم؟ فهذه فرصة عظيمة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. مشاهدي الأكارم، إن شهر رمضان هو شهر الدعاء، ولذلك أنت تلاحظ في سورة البقرة حينما أمر الله تبارك وتعالى بالصوم في ابتداء قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بدأ يصدر أحكام الصوم من كونه كان الصوم لمن يطيق ومن لا يطيق فحكمه كذا، وكذلك ذكر سبحانه وتعالى أحكام أيضا المسافر، وثم أيضا من شهد الشهر فعليه أن يصوم، وذكر تبارك وتعالى إذا أكملنا العدة سيكون. ثم في وسط هذه الأحكام التي هي أيضا بعد ذلك ذكر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم ذكر أحكام الاعتكاف: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد. في وسط هذه الأحكام مشاهدي الأكارم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن غاية الرشد هو تمام العقل، تمام. أليس منكم رجل رشيد؟ لما كان يقول هكذا لوط عليه السلام، معناته ليس فيكم رجل عاقل اكتمل عقله. والعلماء يقولون يكتمل عقل الإنسان ويصبح راشدا حينما يبلغ 40 من عمره. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني. يا سلام! حينما يبلغ الإنسان 40 سنة يعرف أنه مخلوق وأنه ضعيف وأن عمره الآن يزداد ويقترب باتجاه الشيخوخة، فإن اكتمال الرجولة يعني القوة والرجولة تكتمل في 40، ثم يبدأ الهبوط من 40 إلى ما شاء الله. هناك حقيقة: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فيكتمل نموك أخي الكريم حينما يبلغ عمرك 40 سنة. اكتملت جميع الأجهزة، جميع الخلايا في الدماغ وفي غيرها، وأصبحت اليوم أنت تقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. تبدأ تفكر في حياتك وفي أبنائك وفي ذريتك، وأنت قد تكون متزوج عندك طفلين أو 3، يكون الأبناء عادة في هذه الفترة عند 40، في 5 والسادسة، أو بعضهم في 20 لما تزوج في سن 20. المهم تكون أنت قد تحملت المسؤولية. وهكذا بعث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره. نعم. إذن حينما تكون أنت في هذا السن تبدأ تدعو الله عز وجل وتقترب. فدعاء الله عز وجل يزيدك رشدا ويزيدك قوة في طاعة الله ويزيدك قربا من الله. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. مشاهدي الأكارم، الدعاء شأنه عظيم، ولذلك ورد هنا في منتصف الأحكام الفقهية البحتة، ورد القرآن الكريم يشير إلى أهمية الدعاء: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن كأن الله يقول إن فترة الصوم بالنسبة لكم فترة ثمينة، فترة ثمينة تؤهلكم لقبول الدعاء. لذلك هذا الشهر وشهركم وشهر دعائكم وشهر التضرع بين يدي الله، فلا تفوتوا الفرصة. فأنت تدعو وأنت صائم، وتدعو في ثلث الليل الأخير، وتدعو في منتصفه، وفي كل فترة أنت ذاكر لله وطائع له. بالله عليكم، من كان هذا حاله هل يفوته خير؟ والله ما يفوته خير. هل بعد ذلك ستشتكي من ضائقة
من الضوائق والله ما تشتكي بإذن الله، بإذن الله ما تشتكي. وإن حصل لك ما حصل فإن نفسك ستكون عالية جدا، ستتقبل أقدار الله تبارك وتعالى بنفس طيبة، وهذا هو المربح العظيم. مشاهدي الأكارم، مفسدات الصوم الأكل والشرب في نهاية رمضان، وكذلك الجماع من مفسدات الصوم، والحيض والنفاس من مفسدات الصوم، والردة والعياذ بالله، الردة عن الإسلام من مفسدات الصوم، الأشياء التي يستغنى بها عن الأكل والشرب في نهار رمضان مثل حقنة الجلوكوز وكل المغذيات في الجسم التي هي بمعنى الطعام والشراب، قد تكون أقوى من الطعام والشراب، هذه حكمها حكم الأكل والشرب. وصول شيء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو الحلق، وذلك كبعض النقاط القطرة التي تدخل في الحلق، أما التي لا تدخل في الحلق فليست مفطرة. القيء عمدا في رمضان يفطر، القيء عمدا في رمضان يفطر. الحجامة تفطر، وهو أيضا سحب الدم من جسم الإنسان مفطر، الذي يسحب نمة الإسنان في وهو صائم فإنه يفطر، نعم، لأنه يضعف جسمه. التردد في النية، هي النية يجب أن تكون من قبل السحور، فإذا تردد الإنسان هل سيصوم غدا أو لا يصوم، سيصوم غدا أو لا يصوم، ثم دخل عليه الفجر فإن صيامه باطل وليس له صوم في هذا اليوم، نعم، أو في هذه الساعة. أمور لا تعتبر مفسدات الصوم مشاهدي الأكارم كالجهل بحكم من أحكام الصيام أو الجهل بالوقت، فهذا لا يفسد الصوم. الأكل والشرب ناسيا لا يفسد الصوم، فإنما أطعمه الله وسقاه. عدم القصد بالفطر في الاحتلام، يحتلم الإنسان ويخرج منه المني سواء كان امرأة أو رجل، فلا يفسد ذلك الصوم. جماع رجل لامرأته وهي صائمة لأنها لم تكن مختارة إذا كانت مكرهة، يعني المرأة المكرهة في الجماع فإن الإثم على زوجها، وهو الذي عليه الكفارة والقضاء والإثم، وهي تعتبر صائمة ولا يفسد صومها أبدا ما دام هو قد أكرهها. نعم. هناك أعذار مشاهدي الأكارم لمن يعني يجوز له الفطر في رمضان. المريض، والمرض هنا مشاهدي الأكارم المرض الذي يؤثر على الإنسان ويكون مؤثرا، أما مجرد صداع أو كحة أو مرض خفيف فلا يدخل ذلك كما نص عليه العلماء. المسافر الذي يسافر سفر ليس فيه تحايل على الله عز وجل في الفطر، وإنما احتاج إلى سفر مباح فإنه يجوز له الفطر. النفساء والحيض لا يجوز لهن الصيام، وعلى المرأة هنا أن تتقي الله عز وجل فتفطر، ولا يجوز لها أن تصوم، وكذلك لا يجوز لها أيضا أن تصلي. وأحيانا بعض النساء والفتيات من شدة الحياء تتظاهر بأنها تصلي وتقف مع قريباتها، وهذا لا يجوز. مثل هذه الأمور لا حياء في الدين. الشيخ والشيخة يجوز لهم الفطر إذا كان لا يطيقانه، ويعني يجب عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا مقابل الفطر، نعم، أو القضاء إن كان يستطيع أن يقضيه. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسيهما أو ولديهما جاز أن يفطر. أن يحتاج الفطر للتقوى على الجهاد، كذلك الإنسان إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله ثم طرأ عليه الصوم يجوز له الفطر، نعم. كذلك إذا هناك حاجة من الرجال مثلا الإطفاء والإسعاف في إنقاذ شخص ما فتوجب عليهم الفطر، يجب عليهم أن يفطروا ثم ينقذوا هذا الإنسان. بماذا يثبت مشاهدي الأكارم دخول رمضان؟ يثبت بالرؤية المجردة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ولا نحتاج إلى حسابات الفلكيين، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا واضح جلي لا خلاف فيه ولا لبس فيه. فإن الإنسان إذا كان في الخلاء أو في أي منطقة وليس عنده حساب، المطلوب منه
أن يصوم لرؤية الهلال ويفطر لرؤية الهلال الرأي بالعين المجردة، هكذا اتعبدنا الله تبارك وتعالى. فإن غم علينا يعني جاء غيم وغطى هذا الهلال ما رأيناه، نكمل العدة، يعني نكمل شعبان 30 يوما، نكمل شعبان 30 يوما كما صح ذلك عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا الشهر أو فعدوا 30، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النية كما قلت لكم واجبة، ويجب على الإنسان أن يحضر النية من أول الشهر، ويمكن يكتفى بهذه النية إلى نهاية الشهر بشرط أن لا يقطعها بأي نية أخرى. نعم، بخلاف صوم التطوع فإنه لا يلزمه النية قبل الفجر، فلو أنه لم ينوي الصوم ثم لما أصبح ورأى لا يوجد طعام أو شيء من هذا القبيل قال إذن أنا صائم، فهنا يجوز له أن ينوي ويبتدئ النية من الصباح. اختلف العلماء يجوز له أن يبدأ النية من بعد الظهر ما لم يأكل على خلاف، لكن الصحيح أنه أيضا إذا كان صوم المريض الذي يضره الصوم حرام فهل صومه مجزأ أو هل يصومه مجزأ؟ قال لا يجزئه. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجزئه، لأن صوم ما نهي عنه كصوم أيام التشريق وأيام العيد لا يحل له ولا يصح، لأنه لم يقبلوا رخصة الله وأضروا أنفسهم، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، ولكن عليه أيضا عليه القضاء، مهما يكن عليه القضاء. مريض يرجى شفاؤه استمر مرضه إلى رمضان الثاني ثم مات، ماذا عليه؟ ماذا على وليه؟ على وليه الإطعام فقط، لأن القضاء تعذر لأنه مات قبل أن يتمكن من الصيام. مريض يرجى شفاؤه عفي ثم مات قبل أن يقضي، ماذا على وليه؟ قالوا العلماء على وليه الصيام عنه. نعم. مريض لا يرجى شفاؤه مات، ماذا عليه؟ على وليه. مريض لا يرجى شفاؤه مات، فماذا على وليه؟ قال العلماء على وليه الإطعام عن كل يوم مسكين، لأن مرضه لا يرجى برؤه. وأيضا سألوا من هو الولي؟ من العلماء من قال القريب مطلقا، ولكن الراجح أنه الوارث هو الذي يقضي عن وليه الذي مات وعليه صوم. ما هو الأفضل للمسافر في الفطر أم الصيام؟ ما هو الأفضل للمسافر، الفطر أم الصيام؟ على 3 حالات. إذا كان الصوم والفطر سواء الأفضل الصوم، لصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وبعض أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا في الحقيقة يعني قال به أهل العلم الفضلاء. ولكن إذا استوى الصوم والفطر فالأفضل الفطر. مشاهدي الأكارم، الأفضل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها عليكم فيقبل صدقته في الصلاة فيقاس الصوم على الصلاة. هذه من جهة أخرى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. كذلك أن يكون الفطر أرفق بالصائم، وإذا كان الصوم يشق عليه فعليه هنا أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان يشق عليه مشقة شديدة فيجب عليه أن يفطر هنا. إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة بحيث أنه يهلكه فإنه يجب عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين صاموا في غزوة تبوك، قال: أولئك العصاة. هذه مسألة مهمة مشاهدي الأكارم. إنسان أكل وشرب وهو شاك في طلوع الفجر،
ثم تبين له أنه قد طلع، صومه صحيح أم لا؟ يعني شخص، مشاهدي الأكارم، استيقظ من النوم وظن أن الفجر لم يطلع بعد، فأخذ يأكل ويشرب، فلما فتح الستارة فإذا بالنهار قد طلع، ماذا تقولون في هذا؟ قال العلماء: صومه صحيح وليس عليه قضاء، وهذا هو قول الجمهور بناء على العذر بالجهل، وبناء على أن الأصل أيضا هو الليل، الأصل بقاء الليل. نعم. المسألة الثانية: إنسان أكل وشرب وهو شاك في غروب الشمس، فما حكم صومه؟ يعني هذا شخص آخر أيضا يقول: يا أخي الشمس خلاص غربت والآن دخل الوقت فتعجل وأفطر، ماذا تقولون في هذا؟ في الحقيقة هنا اختلف العلماء، وبعض أهل العلم يقول عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، فكان عليه أن يتأكد منه، فإنه لا يزول الشك باليقين وهذا الذي تطمئن إليه نفسي. غيرهم من العلماء في الحقيقة يعني جوزوا صحة صومه وقالوا صومه صحيح، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت، ثم اكتشفوا أنها لم تغرب ولم يقضوا، هكذا ورد عنها رضي الله عنها وأرضاها. مشاهدي الأكارم، كثير من الناس يسألون عن مسألة الجماع والقبلة والإنزال في شهر رمضان المبارك. القبلة لا تفطر إلا إذا أدت إلى الإنزال وهو خروج المني، فإنها تفطر. والجماع يفسد الصوم وتلزمه 3 أمور: أولا الإثم فعليه التوبة، ثانيا القضاء، ثالثا الكفارة. والكفارة مشاهدي الأكارم على 3 أمور: أولا عتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم 2 متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وإن كانت زوجته مطاوعة يلزمها هذا الحكم سواء بسواء. طبعا يزاد على هذا حكم رابع وهو عليه الإمساك أيضا. يعني إذا هو انتهك شهر رمضان بالجماع مثلا بعد الفجر، وكثيرا ما يقع هذا، كثير من الناس يقعون في هذه الجريمة وفي هذا الذنب الكبير حقيقة بسبب السهر بالليل وعدم اللقاء مع زوجاتهم أو مع أزواجهن، فبسبب السهر يقع النوم بعد الفجر تقع هذه المعصية. هذه المعصية فعلا هي كبيرة من كبائر الذنوب، كما لا يخفى على شريف علكم مشاهدينا الكرام لما جاء الرجل وقال بأعلى صوته باتجاه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال: ما أوقعني في هذا إلا الصوم يا رسول الله. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يوجد ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة، رجل أفقر مني. فانتظر النبي عليه السلام، قال: انتظر إذن حتى نأمر لك بالصدقة. فلما جاءت الصدقة قال: خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ فإنه والله لا ما بين لابتي لا يوجد رجل أفقر مني. فخرج الرجل وقد جامع امرأته في نهاية رمضان، ثم آتاه الله تبارك وتعالى يعني طعام 60 مسكينا، وأخذه وأكله هو وأهل بيته. لكن وافقه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: هلكت. لما قال هلكت قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام ليبين له كيف ينجو من هذا الهلاك. فإذا هو كبيرة من كبائر الذنوب،
والعلماء أجمعوا على من أفطر يوما واحدا في نهاية رمضان فقد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك مشاهدي الأكارم علينا أن نكون أشد الحرص على أن لا نفسد صومنا، ونستغفر الله ونتوب إليه فيما مضى، نستغفر الله ونتوب إليه فيما مضى. بعض أحكام النساء مشاهدي الأكارم إذا أخرجت المرأة الحائض في نهاية رمضان ماذا يلزمها؟ هل يلزمها الإمساك؟ لا يلزمها الإمساك وعليها القضاء فقط، ولكن إذا أرادت أن تأكل أو تشرب فإنها تكون تتخفى عن الناس حتى لا تنتهك حرمة هذا الشهر. كذلك إذا برئ المريض في نهاية رمضان وأصبح الحمد لله معافى لا نلزمه بالإمساك، ويجوز له الأكل والشرب لكن ليس أمام الناس. كذلك إذا قدم مسافر مفطرا في نهاية رمضان فإنه يجوز له الأكل والشرب على الأقل متخفيا، لكن الأفضل في حق هؤلاء الإمساك لحرمة شهر رمضان كما قلت لكم أمام الناس. نعم. مشاهدي الأكارم، هذه بعض أحكام يعني الصيام، والخلاصة من هذا كله هو أن نتذكر عظم هذا الشهر العظيم ونحاول قدر المستطاع أن نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحقق التقوى في أنفسنا، وأن نبتعد كل البعد عن ما حرم الله عز وجل. يروى في بعض الأحاديث أن رجلان أو رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا غاية في الطاعة والاستقامة، فجاهد أحدهما في سبيل الله ثم قتل، وبعد سنة قتل الآخر، فوجد الذي قتل وسجد الثاني درجته في الجنة أعلى من الأول، فذهب أهل هذين الرجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن سبب تقدم الأخير عن الأول، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يصلي سنة كاملة؟ ألم يصم؟ ألم يعمل كذا وكذا؟ فمن بلغه الله عز وجل هذا الشهر العظيم فإنما هو زيادة في حسناته ورفعة في درجاته، فهو فقد ظفر كما قلنا في بداية هذه الحلقة حقيقة مكانة كبيرة، فعليه أن يحافظ عليها. صام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات صامها عليه الصلاة والسلام، وكان يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم بالعبادة، فقد اعتكف في العشر الأوائل، ثم اعتكف في العشر الأواسط، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم، وكان هذا آخر فعله من حياته أنه كان يعتكف في العشر الأخيرة. وقد أوصانا ربنا عز وجل بأن نهتم بليلة القدر في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة العظيمة العبادة فيها تعدل 84 سنة، أو قل 83 و4 أشهر، 83 و4 أشهر، يعني عمر الإنسان كامل. يعني في هذه الليلة إذا أنت عبدت الله عز وجل فإنك تنال أجر 80 سنة. لا إله إلا الله، ما هذا الفضل العظيم! ولذلك يجب على الإنسان هنا أن يجتهد قدر المستطاع في هذه الليلة. إذا أنت تصدقت تحسب لك صدقة 83 سنة، كأنك تصدقت في 83 سنة. وإذا صليت تحسب لك صلاة 83 سنة. وإذا ذكرت الله بسبحان الله والحمد لله ولا
تحسب لك كأنك ذكرت الله 83 سنة. وكذلك أي عمل تقيمه يحسب لك مضاعف في هذه الليلة. بالله عليكم، أليس من حق العاقل، أليس العاقل يعني يجب عليه أن يجتهد قدر المستطاع في هذه الليالي العظيمة، الليالي الفاضلة، أن يتقرب إلى الله أكثر؟ أي والله. لذلك معاشر المشاهدين أخفاها الله تبارك وتعالى عنا. تعرفون ما سبب ذلك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم متى تكون هذه الليلة، ويعني كان قد أطلعه الله عز وجل، فبسبب أن رجلين تلاحا اختلفا وتنازعا في المسجد نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن هذا النسيان كان بسبب تلاحي هذين الرجلين فيما بينهما. رأيتم كيف يا مشاهدي الأكارم النزاع والخلاف كيف يذهب عنا الخير؟ يعني ولا تنازعوا فتفشلوا. دائما النزاع والخلاف يؤدي بنا إلى الفشل، وهنا اليوم خسرنا. كنا على الأقل سنجتهد في هذه الليلة يعني ولن تفوتنا بإذن الله، ولكن بسبب اثنين من الصحابة غفر الله لهم ورضي عنهم اختلفوا فنسيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، يا الخلاف شر. مشاهدي الأكارم، حاولوا قدر المستطاع أن لا تختلفوا بين إخوانكم وبين جيرانكم. حاولوا أن تجمعوا الكلمة وتوحدوا الصف على الحق، طبعا على الحق، ومن كان مخطئا اجتمعوا عليه وناصحوه حتى يعود إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه الليلة لا يعلم متى تكون إلا الله. بعض العلماء قالوا هي تنتقل في الشهر كاملا، تنتقل في الشهر كامل، ومعظم العلماء رجحوا أنها موجودة في العشر الأواخر، وهي تنتقل في أوتارها فتكون 21 أو 23 أو 25 أو 27 29 وهكذا. وبعضهم قال لا، بل هي ليلة 27 ليلة 27 ثابتة لا تتغير، وقد أقسم بعض الصحابة على هذه الليلة أنها ليلة 27، فالناس بكثرة يجتهدون في هذه الليلة، فهي بالحقيقة أرجح الليالي. علينا أن نجتهد في هذه الليلة ولا تفوتنا أيضا بحجة أنها منتشرة بين العشر الأواخر. لا، اجتهد أكثر ما تجتهد في هذه الليلة التي أقسم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيها. على كل حال أخفاها الله سبحانه وتعالى من أجل أن نجتهد ونبذل قصارى جهدنا ونودع الأعمال الصالحة في هذه الليلة. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. مشاهدي الأكارم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. ولا تنسوا إخوانكم الضعفاء والمساكين في الصدقة وبذل الجهد، خصوصا في إخواننا المستضعفين في داخل إريتريا، وبعد في فترة هذه كورونا الكثير منهم يمر بأزمات كثيرة، وكذلك أخواننا المتواجدين في مخيمات اللاجئين في السودان وأثيوبيا وجيبوتي واليمن، لا ننساهم من صالح الأعمال قدر المستطاع. مشاهدي الأكارم، يعني لا، حاول أن تساهم ولو يعني بشق تمرة، فإن الله تبارك وتعالى يبارك في هذه التمرة ويربيها لك حتى تكون مثل الجبل العظيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وحتى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.